يا جماعة أنا النهاردة في مكان بصوا الزحمة من كتر الحاجات اللي فيه دي. تقريبا اللي هي اسمها البشكير بتاع الأطفال الميكرو فايبر. دي فوط مطبخ حرفيا مغناطيس للتراب. ودي برضو فوط دي للستانلس أكتر، 10 فوط مع بعض. دي بتستخدمها برضو كليفة يعني في الغسيل اكتر. بصوا دي الفوط اللي هي القط بس برضو مايكرو فايبر اللي هي تحسها على قطيفة. في هنا تشكيلة كبيرة جدا، بصوا كمية رهيبة. بصوا منظمات. الناس اللي بتقولي انتي بتجري والله غصب عني اعذروني، لان انا بيبقى زي ما انتوا شايفين مكان زحمة، العمال بيتحركوا حواليا، فببقى عايزه اعمل كل حاجه بالراحه بس للاسف مش بلحق. دي اللي هي بتاعت الازايز، تغسلي بقى الازايز والحاجات الرفيعه. طقم الفرش اللي هناك ده النحاس ده خطير للبوتاجاز يا جماعه. ده بصوا ده الكبير، في منه الصغير ده الكبير تمام. ده المضرب السوسته احنا عارفينه. ده الشاليمو. بصوا دي معالق اللي هي بتاعت الاطفال. دي ايه يا ملك انت اللي عارفه؟ دي متر صح؟ ده اللي هو المازوره. لا ده مش متر، ده قفل الابواب، قفل الشبابيك، قفل الثلاجات، شبه المتر. الماسوره اللي انت بتطلعي دي المنظمات الاكريليك يا جماعه اهي. ده كده بيجيلك ترصيه بقى في درج المطبخ، درج التسريحه. ده الله، ده بصي شايفه ده حلو. ده مقص بس قوي ما شاء الله. ده اكيد الاستخدام غير. بصي ده ايه ده اللحوم مثلا. لا استخدامات بقى كتير بس قوي يعني. للسمك دي بقى بصوا يا جماعه دي جميله قوي. في دي حجم، وفي منها حجم اكبر. دي منظمات، شنط منظمه. بصوا ده اللي هو بتاع الكيس بتاع اللزق اللي هو بتاع الطرح عشان الطرح ما يتحركش. وده الترابيزه بتاعت المكوى الصغيره الميني. يعني انت تحطيها على حجرك كده تاكلي وانت قاعده. وده ماسك الستاره. بصي ده اللي احنا عايزينه. امسكي بصوا ده جميل قوي للادراج. امسكي بصوا دي حلوه قوي للادراج يا جماعه، تحفه. في منها احجام كتير واشكال. بصوا الفراوله دي، ودي سلك المواعين، حاجات كتير. وده برضو بصوا ده بيستخدم لايه؟ تحطيه في الجزمات، تحطيه في الادراج. بس ده تحسيه ايه اللي هو ضد الميه، فوم كده، فاهمين؟ بصوا كده يا جماعه، هحاول. بصوا الممسحه دي عايزه اقول لكم روعه يعني، خطيره. طبعا الماسوره بتاعتها معايا، حطوها على ضمانتي مش هتندموا. ده بقى الاكياس اللي هي الايه، حافظه الاكياس ده انا صورتها لكم كذا مره بس تحفه. بصوا ده طقم الليف تحفه، جميل جدا جدا وبيقعد معاكي. دي اكياس السياخ اللي هي بتاعتها. بصوا دي الفرشه يا جماعه اهي بتاعت القاروره. ده بصوا ديسبنسر الصابون او الشاور بتاع الحمام. في منه اسود وفي منه ابيض. بصي وفي منه شامبو بس على اسود. وفي دي الزعافه. هنا بقى
بصوا دي هرسة التوم، دي هرسة التوم اهي، وهرست حاجات كتير ممكن تقطع فيها توم، حاجات كتيرة، بصلايه صغيره اي اهو. حاجة بصوا حتى لو مش جميله موجودة في الفيديو. دي شحن USB. اي حاجة حتى بصوا ده لو مش بقى، موجودة في الفيديو انتوا عايزينها. ده ورق زبده، ده ورق زبده اهو. ايوه ايوه، ده ورق زبده بس ده المستوى اللي بيتحط في الفرن. اهو. خليه معانا برضو. بصوا ده رباط الشوز، ده المغناطيس عشان يريحك بقى من انت ايه الحاجه كل شويه تتفك تتعمل. فرشة لو مثلا دي جاروف فرشه لوحده. شيش تحفه خطيره، فرشة ايه؟ اسمها فرشه شيش، بس احنا بنستخدمها لكل حاجه ما بيهمناش. هنا الشكل ده. بصوا ده هوك كده تحفه، تعلق عليه السكاكين والمعالق، خطير ده جديد ده. القارورة دي بصي. بصوا طيب خليكي القارورة. دي بتاعه البرجر، وده حامل القاروره. في حاجات كتيره جدا انا مش عارفه اصور لكم ايه ولا ايه. بصوا دي الصوصات. ده بديل الصوصات خطير ده. وده الشوز بتاع المكوى عشان ما نحرقش هدوم تاني، خطير برضو حلو. ده الاصلي، دي دبابيس. ده بابيس بتاعت المحجبات. بصوا ودي برضو الاكياس، بس دي اللي هي بشكل كده، شكله كويس عندي. وده بتاع الاير فراير، احجام مختلفه، القوالب السيليكون، دي حافظة. وده منظم، دي حافظة. ودي حافظه فواكه. دي بتتحط جواها الموز مش بيسود. صح، برافو عليكي. بصوا دي اللي هي منظمات اكريليك. بصي ده بقى يا جماعه بتاع الشيش والالمثال، الحتت اللي انت بتعرفيش تنضفيها. بصوا دخلها كده وتنضفي. بصي تلمي فيها المعالق والشوك والحاجه. وده برضو قفل التلاجة، ده قفل التلاجة. دي اللي بتقطع البيتزا او كده. دي قطعها عيش بقى، بيتزا، لحمه. بصوا ده منظم، وفي منه كده، بس ده بتاع اللي هو الايه الصابون، انا صورته لكم قبل كده. دي بتاعت الكريب. ده ماسك اهو. دي صفايه الزيت برضو. دي بقى اللي هي لو انت عندك خاتم كبير شويه مش عارفه تلبسيه، ده تحفه وفيها قياسات كتير، 4 قطع، كل قطعه لها قياس مختلف عشان تحطيها وتقطعيها وتحددي المقاس اللي انت عايزاه. ده ماسك صغنوني كده، الفاكهه اللي مش عارفه ايه. ده بقى بتنضفي بيه عيون البوتاجاز. بصوا ده ستانلس، بيجيب بقى الحاجات بتنضفي. الشبك بتاعت دي الصغيرة دي بتبقى شبك كده تحط في الفاكهه. بصوا دي شوايه، وده للتلج. بصي ليها كذا دور للناس اللي بتبقى عايزه تعمل تلج كتير. منظم تحت الحوض. دي المناديل اللي هي بتاعت المطبخ، علبة المناديل بتاعت المطبخ. وده الحامل الخماسي بتاع المكانس والمقشات والمماسح والحاجات دي، بصراحة تحفة وعملي جدا.